لماذا لم يحضر ابن سلمان قمة جي 7؟ عبد الخالق عبد الله قاعد يتنطع في التغريده اللي قدام حضراتكم ويقول ان قطر والامارات مثلوا الخليج خير تمثيل وانهم افضل من يمثلوا الامارات وايام الخليج قادمه. سيبك من الاماراتيين، حياتهم تصعب على الكافر، خصوصا بعد اعلان بنود الاتفاق وخطاب مكتمل. لكن الحقيقه ان محمد بن سلمان لم يحضر ذلك اللقاء لانه عارف انه هيتزنق. ترامب بيضغط عليه بشدة للتطبيع والانضمام للاتفاقيات المشؤومة، الاتفاقيات الإبراهيمية، عشان ده كارت في غاية الأهمية. ممكن يكون كان ترتيب رقم 2 أو 1 بشرطة بعد توقيع الهدنة اللي كان بيتوحم عليها ترامب. ترامب كان عايز الكارت ده يهدي بيه داخل الكيان، وهدية لنتنياهو وأيضا للإيباك وعشان انتخاباته المقبلة، وعشان يليس الحكاية كلها ويقول لا دي مش معاهدة استسلام زي ما انتوا كلكم بتقولوا، أنا كنت عامل كده عشان أنا أذكى منكم، عشان السعودية تطبع وده مستقبل جديد للشرق الأوسط. محمد بن سلمان هرب من تلك الجلسة عشان ما يضطرش يقول جملة وما يضغطش عليه أكتر من كده. دي الحقيقة، صدقها ولا ما تصدقهاش. عشان كده ترامب لما طلع اتكلم كان بيحمل كل الغل، رغم انه كان بيقول كلام حلو قوي على محمد بن سلمان وابوه، لكنه في ثنايا كلامه لمح الانقلاب على محمد بن سلمان، ان بابا عايش وما زال كويس حقيقة وانا بقدره جدا، عشان يقول لمحمد بن سلمان ويضغط عليه بانتزاع العرش زي ما جبتك ولي عهد وخليتك تنط على اخواتك وعمامك، انا اقدر اشيلك. دي كان رسالة ترامب التهديدية المبطنة لابن سلمان اللي قرا الحكاية وما راحش القمة، مش عشان زي ما بيقول عبد الخالق عبد الله وبيهلفط. الله غالب.